مريضة يا اخي. هذه يجوني منظمة حتى من اللي حزب الدعوة ما تقدر احنا طلعنا من عنده. اللي حزب الدعوة ولا زيارة اللي هو شارك وياه. يا اخي بيجوا هذا الخير يدعون. هذه مسألة ما صحتنا ساعدنا. هذه مهمة مجلس النواب، نواب الشعب الذي اختارهم كما قلت الشعب. إذا الشعب لا يريد المالكي أو غير المالكي أو الأحزاب السياسية من يتساهم مع المالكي، على من يمثل الشعب وينوب عنه مجلس النواب من حقه دستوريا أن يسحب الثقة من وزارة المال وتشكل وزارة أخرى. إذن الكرة في ملعب مجلس النواب، والكرة وإن لم يتخذ موقف فالكرة في ملعب الشعب وهو خرج. يقيل مجلس النواب يطالب يعلن كل منطقة تعلن براءتها من هذا النائب بالضبط، ويتحط في قائمة سوداء لأنه لم يستجب لمطالب الناس الذين اختاروه، فبالتالي يقطع عليه الطريق على المرحلة القادمة انه لا يرشح ولا يعطى له الصوت. الحل اولا واخيرا بايد الشعب اكيد. نعم. هي بيد الشعب ينجح. هو يقول احنا مريضة يا اخي. يا اخي هو يقول مريضة. ما يطلعوا يعني هو يطلع الشعبوية هو يطلع بالمخابرات الدولية يطلع هو المخابرات هو اللي حطهم. الشعب يقول لك مريضة اطلع يا اخي كلمت انت يعني مع الحكومة الثانية هو مش يقول انا ما اقبل بعد حكومة ثالثة. هو اللي يريدك انت. هو انت اساسا ما خليك. فاطلع يا اخي اطلع. شكرا محمد. نعم ايه. شكرا محمد، شكرا لك. المشكلة ان الحكام شعوبهم خارجة كما رأيت في الفترة الماضية فرصة لا تريدهم، ولكن باقين بقوة عسكرية قوة الجبروت. يعني هذا الذي بقي كما هو حصل الآن في ليبيا. يعني سمعنا الهتافات